السلام عليكم ورحمة الله. لو عاوزة تفطري فطار سريع كده ومختلف شوية، تعالي بقى جوه الوصفة دي في منتهى الجمال. حاجة كده تركي شوية، دي بقى تنفع تليق قوي مع الشاي كده على ريق رهيب. أنا عندي شوية أو مقدار من الجبنة الفيتا، عندي بيضة، وعندي شوية حليب. قلبت كل الكلام ده كويس قوي بحيث اندمجوا مع بعض. بعد كده هوش شوية دقيق. انا هوش الدقيق بالتدريج، هوريكوا القوام بتاع العجينه عامل ازاي. هو مش تبقى عجينه متماسكه، هتبقى يعني مش هنقدر نمسكها. شايفين هو القوام ده؟ العجينه حلوه قوي. بناخده هنجيب زبده، هنفرد عليه الجزء ده. طبعا انا دي كميه عاملاها ليا بس، فمش عامله كتير. هفردها كده يعني. شوفي السماكه اللي انت عايزاها دي براحتك. الفها كده بالفويل، وبعد كده هحطها في التوستيره. لو مش عندك توستيره حطيها في طاسه عادي واقفلي عليها. بس انا عايزه يديني الشكل، التقليمه دي بيبقى شكلها لذيذ قوي ويفتح النفس. افردها كده، اظبط الفرده شويه يعني. ده اختيار. هنحطها في التوستيره بقى كده لغايه ما تاخد لون وتستوي. ممكن تشيلي بقى لو عايزه تحميها كويسه قوي، تشيلي ورق الفويل ده وتخليها تحمر كده تحميره تانية. تاخديها شويه مثلا شويه زيت، يبقى فيه قرمشه كده شويه جميله. وحتى اقول لكم انا بحب بصراحه الفته. الجبنه الفته دي بحبها جدا جدا. الجبنه اليوناني دي بقى بقطعها، بحط عليها ايه بقى؟ بحط عليها شويه سمسم وشويه عسل نحل. الجبنه الفيتا تليق مع العسل النحل جدا، ريحتها حلوه قوي قوي. ونحط شويه سمسم كده، مفيده وسريعه، ويعني تغيير. تشرب معاها كوبايه الشاي او كوبايه الشاي الزردة ده، في منتهى الجمال يا جماعه. حاجه كده تجنن بصراحه. ده فطار خفيف وسريع، ويا رب يكون وصفه عجبتك. ولو عجبك ما تنسيش تشجعني باللايك، سبسكرايب، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك اي جديد ما انزله. ولكم سلام عليكم.